بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ابن القيم الجوزي رحمه الله: إذا فتح الله عليك في باب قيام الليل فلا تنظر للنائمين نظرة ازدراء، وإذا فتح الله عليك في باب الصيام فلا تنظر للمفطرين نظرة ازدراء، وإذا فتح الله عليك في باب الجهاد فلا تنظر للقاعدين نظرة ازدراء، فرب نائم ومفطر وقاعد أقرب إلى الله منك. وقال أيضا رحمه الله: وإنك أن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا، فإن المعجب لا يصعد له عمل، وما من عبد يعيب على أخيه ذنبا إلا ويبتلى به، فإذا بلغك عن فلان سيئة فقل غفر الله لنا وله. لا تراقب الناس ولا تتبع عثراتهم، ولا تكشف سترهم ولا تتجسس عليهم، واشتغل بنفسك وأصلح عيوبك، فسوف تسأل عن نفسك لا عن غيرك. وقل للشامتين صبرا فإن نوائب الدنيا تدور. لا تسخر من فلان لأن ابنه أسبل ثوبه وحلق لحيته وشرب الدخان وترك الصلاة، ولا تهزأ بفلانة لأن ابنتها تلبس العاري وتتهاون بحجابها وتتكبر على أقاربها، فأنت لا تعلم حجم معاناة والديهم في تربيتهم وتوجيههم، ولا تدري مقدار تفانيهم في مجاهدتهم. ألا تعلم أن ابن نوح عليه السلام في النار؟ وكذلك أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام أبوه في النار. لا توزع الأقدار وتترجم النوايا، حسبك نفسك ومن تعول. أنت اليوم صالحا، وغدا ربما يختم لك بخاتمة سيئة. أسأل الله العظيم لنا ولكم حسن الخاتمة. فقلوب العباد بين أصابع الرحمن تتقلب كتقلب الماء المغلي. من هداك لهذا سوى رب العباد؟ إذا ساءك من أحدهم شيئا فقل الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. رب أصلحهم وثبتنا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أسأل الله العظيم لي ولكم الهداية والصلاح والثبات على دينه. اسمعوا هذه القصة. كان لأبي حنيفة النعمان جار سكير فاسد، نصحه أبو حنيفة حتى تعب وسئم من كثرة نصحه فتركه. وعندما مات الرجل ذهبت زوجته لبيت أبي حنيفة تدعوه للصلاة على زوجها السكير، فرفض أبو حنيفة الصلاة عليه. وفي الليل بينما هو نائم إذ يرى في نومه جاره السكير وهو يتمشى في بساتين الجنة ويقول قولوا لأبي حنيفة الحمد لله أن لم تجعل الجنة بيده. ولما أفاق أبو حنيفة سارع إلى زوجة السكير وسألها عن حال زوجها قبل الموت، فقالت هو ما تعرف عنه غير أنه كان في كل يوم جمعة يطعم أيتام الحي ويمسح على رؤوسهم ويبكي ويقول ادعوا لعمكم، فلعلها كانت دعوة أحدهم. فندم هنا أبو حنيفة أشد الندم. لذلك إخواني لا تسبوا أصحاب المعاصي ولا تحتقروهم، فإنما نحيا كلنا بستر الله، ولو كشف الله عنا ستره لفضحنا. ولا تغتر بكثرة صيام أو صلاة أو تلاوة للقرآن، فلا تدرون من يكون إلى الله أقرب. فذنبك المستور لا يجعلك أهلا للخوض في أهل الذنب المفضوح، فلا تغتر بحلم الله عليك. يقول الشيرازي: سهرت ليلة مع أبي وحولنا نيام، فقلت لأبي لم يقم من هؤلاء من يصلي ركعتين، فقال يا بني لو نمت لكان خيرا لك من وقوعك في الخلق. فحين اختارك الله لطريق هدايته ليس لأنك مميز أو لطاعة منك، بل هي رحمة منه سبحانه وتعالى شملتك قد ينزعها منك في أي لحظة. لذلك لا تغتر بعملك ولا بعبادتك، ولا تنظر باستصغار لمن ضل عن سبيله، فلولا رحمة الله بك لكنت مكانه. وإياك أن تظن أن الثبات على الاستقامة أحد إنجازاتك الشخصية، فالله تعالى قال لنبيه خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فكيف بك أنت؟ أخي انصح ولا تفضح وعاتب دون أن تجرح، وسامح من أساء وقل عسى رب الورى يسمح، وإن ضاقت بك الدنيا تفكر في ألم نشرح،
وسل مولاك تيسيرا لعل الله أن يفتح، ولا تحقد على أحد فذو الأحقاد ما أفلح، وبع دنياك بالعقبى فنعم البيع والمربح، وذات البين أصلحها ينال الفوز من أصلح، وصل على الحبيب تفز ودوما بالسلام اصدح، ودوما بالسلام اصدح. لا تغتروا ولا تسخروا، فالأيام تتقلب كما هي القلوب.